وطلعوا من على راس الزيرة تكرينا تقريبا وتوه، وما طالعين على الطوبة من قبله وإحنا طالعين عليها من تل، والخبيط مقرون مع اسمه حتى الخبيط ونتوها تحس الوسع تكرينا وتوه من قريب، ما له عنا على الزر العربي ومنا عنا على الزر الأسود خابطنا من قريب. يمنا وعدين قصر وحداتها كلهم عندها مهمة ما تعي واحدة يطبقوا القصر، واحدة من يزروا ياك واحدة من هاك واحدة من هاك، والمدرعات يعودوا قدام القصر صدى 3 أشهر. سيد الرئيس أنا ماني صاحب ما عندي وقتهم، تفضل طلعت قبل شوي ننزلكم قبل اللي ما ذاك أعطونا نقيم بدلنا عايلو ولا كانوا ما هم خلا وبضحوا لي مطروح كان المتك حولي من توب أكحد وقيم. يا أهلا وسهلا، موسم جديد من بودكاست تكملة. مرت 3 سنوات على بداية هذا البودكاست الذي هو محاولة لتقديم محتوى موريتاني مفيد ومتنوع ومختلف، يقوم على اختيار ضيوف نوعيين لديهم قصص أو تجارب تستحق أن تروى. نحن في صحراء ميديا ممتنون جدا لكل المقترحات التي وصلتنا خلال هذه السنوات ال3 من طرف المتلقين، لأن المتلقي جزء مهم من فريق العمل. ونرحب بكل المقترحات سواء كانت ضيوف أو مواضيع تعتقدون أنها تستحق أن تكون جزءا من حلقات بودكاست تكملة. الجديد هذا العام هو أن تكملة ستبث على شاشة قناة صحراء 24، قناة التي تعمل صحراء ميديا على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وهي قناة موريتانية إخبارية مختصة في معالجة الأخبار، وهذه فرصة لنعدكم بتقديم شيء محترف ومختلف بحول الله وقوته. في هذه الحلقة من بودكاست تكملة نفتح صفحات من التاريخ السياسي الموريتاني استجابة لطلب فئة كبيرة من المتلقين الذين طالبوا بضرورة فتح أو تناول جزء من التاريخ السياسي الموريتاني الذي يعتقدون أنه ما يزال خارج دائرة المعالجة الإعلامية. قررنا أن نبدأ من واحدة من أهم محطات التاريخ السياسي الموريتاني، وهي انقلاب 10 يوليو عام 1978، الانقلاب العسكري الأول في تاريخ البلد الذي أطاح بالرئيس المدني والرئيس المؤسس المختار الدادة رحمه الله. نستضيف أحد العسكريين الذين شاركوا في الانقلاب، وهو الضابط المتقاعد المختار للسالك الذي أسند إليه قادة الانقلاب مهمة دخول القصر الرئاسي ليلة 10 يوليو وتوقيف الرئيس المختار الدادة. يسرد لنا الضيف تفاصيل هذه الليلة، ولكنه أيضا يحكي لنا تفاصيل مهمة بخصوص الأجواء التي سبقت الانقلاب وما حدث من ارتباك وتردد بين قادته في اللحظات الأخيرة، حيث كان من المفترض أن يجري الانقلاب يوم 8 من يوليو، ولكن بعض الحالات الطارئة أجلته حتى 10 من يوليو. قبل الوصول طبعا إلى الانقلاب تطرقنا مع الضيف إلى بعض الجوانب المتعلقة بحرب الصحراء وأسباب الانقلاب وخلفياته ومسار الضيف داخل المؤسسة العسكرية، كيف دخل المؤسسة العسكرية، ما هي علاقة العسكريين الموريتانيين آنذاك بالعسكريين الفرنسيين الموجودين داخل المؤسسة العسكرية طبعا، بالإضافة إلى الفترة التي أعقبت الانقلاب وما وصفه بعض المثقفين الموريتانيين الذين عايشوا تلك الفترة بأنه انقلاب على الانقلاب، وكيف انحرف بعض قادة الانقلاب عن المسار الذي خطط له في البداية، وكيف تم عزل الرائد جدو للسالك الذي يوصف آنذاك بأنه هو العقل المدبر وربما قائد الفعلي للانقلاب العسكري، قبل طبعا وفاته في حادث سير أثار الكثير من الشكوك والجدل آنذاك وما يزال يثيرها. المختار للسالك في هذه الحلقة حسم هذا الجدل حول وفاة شقيقه. كل هذه التفاصيل حاولنا أن نتطرق لها في حلقة امتدت ل2 وكان يمكن أن تزيد. أنا الشيخ محمد حرمة وهذه بودكاست تكملة. لنبدأ.
مرحبا وأهلا، مرحبا بكم معنا. مرحبا بكم. إيش مذكرين من بدايات الطفولة والبيئة اللي تربيتوا فيها؟ اللي ذاك المذكرة منها بعد لا نقول لكم إن شاء الله. أنا من مواليد 48. خلقت أسرة قيادية من قبيلة من القبائل المغفرية، تربيت فيها تربية ذيك الفترة. شنو هي ملامح ذيك التربية؟ لا نقولها لك. قريت القرآن وتعلمت الموسيقى وتعلمت استعمال الأسلحة الموجودة آنذاك. هذا هو اللي تعلمت فترة صبيتي. ومن أين أتبه 13 ولا 14 سنة قعدت ولا تعيد دشرت احنا لاحظها ما نعود بعد منها من 10 كيلوات. قعدت فيها لهن عدل شهادة نقبل شهادة القرآن، ولهن ندرس العلم والعربية. جاءت فنبعثة من الجيش الفرنسي تكتتب الجنود، وهني عالم بها سميت لي جاني بولقي قد سمعت به راشد همين من ناحية شريف كبير والشيخ قبيلة ولاة، شيخ دسرة ولاة ويك ساعة مولي ناي وصديق الوالدي ووالدي لا سميت لي جاني الحقني المحاضرة قال لي قوم هاي ما شغلتها. قيمت معه ولا نعرف اللي اسمي سميت معه ما شفته وطلع بي على خويبة تلتة دخل بي على نصراني هذا شيخ البعثة ولازم تلقى له ذاك تعرف لك قضية شخصية كبيرة سألوا قال أنت أخبارك شدو؟ أنا قال لي دورك تقبض لي هذا الطفل في الجيش؟ قالوا هذا ما أقدر أقبض هذا يشير صغير 14 سنة. قال له غير هذا اللي أقبضوه خيلكم تقبضوه والخيمة العرب الكبيرة هم أنتم لا يجيكم إلا العرب إذا ذاك يطربهم فيكم. قال له يعدل لي أبوه ضمانة إنه قابل يدخل الجيش. قال له أبوه أنا عدلها لك. نصاني ساعة ساكت وورقة كتب فيها رقمي قال لي هاك أنا جندي ما خلص على ذاك اللي يعدلوا الصنادر وحوصهم. وفيت من هون من الأمور التقليدية بدأت في الجيش في السن. مشينا الولاة وجينا للنعمة. تعبكت معاهم؟ والله يرفدوني وبانا واجد يرفدوني قاعد الضابط معاه عندهم لي تقدير وذاك اللي قال لهم وبقى قاعد مشى معنا بنفس لين صياطين النعمة. لا جينا للنعمة وظهر مشينا من هذيك الليلة ويتنا فطار طائرة عسكرية جينا لدار الشمال الليل وتنا فيه نعدنا الصباح قيمنا وعدنا جوجل ولا نعدلوا فيها التدريب. جينا من جناها بدأنا في التدريب الأولي العسكري كان فيه اسم المشقة وفيه اسم التعليم وبديت ثم ذاك التدريب ومن أعطينا عندي عنهم 4 أشهر عدلوا امتحان للناس ناس عندي عنها 250 بس. ولا نعرف جيت أنا في شنو أنا جيت فهم أمي بالنسبة لهم بالفرنسية يعني بعد ما عاد لي شهادة نكتب بالفرنسية شوي ونقراها بصعوبة تخلصت معها شوي. فإذا بعد ما يخلق ذاك الامتحان ما نعرف جيت فيه كمية غير بعد مشاوين عدل عريف جيت مباشرة من جماعة انقضت تعدل عريف وعدلت عريف فطار ونيني وهيت منها نجحت مشاومة للجماعة الأولين كاملين يعدلوا مدرسة ضباط الصف بسين لوي ندر مشيت فيه وهيت عدلتها نجحت ورجعت وحولت البير المقري يستعاد فيها الجيش الفرنسي. وحقيقة أنا ما تفاهمت أنا
القيادة الفهم. بير المقرعين جيتوا أي سنة جيتوا؟ جيت له نعود نهاية 62 غياب. حصول موريتانيا على الاستقلال أنتم منين ذيك الساعة؟ أنا في الخيام وشيتوا. بغيت نعطيك العدل فيهم واللي العد ضروري. ما يخسر شيء العاد. أنا جيتوا جدع ووالدي ما هو فميك الساعة ومشالي أني نجيس راجل خالي قال له عمر له محمد المخطاء وإن نعدل الصربة نقيس في الاستقلال. جيت الخالي ذاك عدلنا الصربة قيمنا وعدين ولا توجينا في الاستقلال. قلت استقبل وجيت على جمال وهم وغلب جمال البل ومن خبط الشارع جيت هو الفوقاني دقيقة فيه التباش بعض تفاصيل مثلا تتبغى يطيتها. المهم يعني من جيت البيل ومقرين أنا والقيادات الفهم ما توافقنا انصار متعاقبين هم مسالوا ما سينا إلا أنهم مستعمرين ونطلع النقاع أنهم الشدور. وعاد حقيقة الحال ما هو راتب بيناتنا لا بين المشاكل دار كله. توفي لنا ضيت معهم 2 سنين إذا كامل استقلت. صمني توفى الفترة 2 سنين وقع رقاشة اتفاقية جديدة نتابع العمل وأنا أكتب ما يتابع معه شيطان وأنا هما معك كنا متفاهمين خلق بين ناس من المشاكل. مرة قاعد حالوني لهذه المحكمة العسكرية ولكن منين جيت قال شيخهم قالوا نلهم عقيد قالوا هذا ما يقدر يحاكم هذا يشهد. قال لهم عنده 16 سنة وهذا ما العدل كامل قال ما هو خطأ وهذا خطأ الجيش الفرنسي هذا ما يقبل أحد يشاسنا ما يقبضهم حد الجيش. لما فات بعد ذلك سنوات 2 مشيت عنه ورجعت الخيام عندي عنها صوصان تربة وتميت فيهم إلى 66 جيت هون المقصود ودخلت في الأرض مباشرة. وبعد 66 يكمل البرنامج الأكبر وادخل الأرض وادخل الحرس وتوه وقصر قوارب في مركز تدريب القرب مدرسة القرب عندنا فيها تدريب. توه وصينا هم تدريب عندي انهم 4 أشهر من فات الشهر الهنين الأولين عدلوا لنا اختبار صار فهم اللي عليه اللي كنا نقرأه كان ومن خلاله قبضوني مدرب أنا معهم زادنا كنت نقري ندرب ونقرأ ومن هذاك التدريب نحكمت في القوارب مدرب قيت فيهم عندي عني 2 سنين. وعقب ذاك وحولت قلت لقيادة الحرس أني تعبان من القوارب والتدريب وفكتاني مقاطعة قال لا تمسك مسؤول الحرس التعاريف أول وفيها طير شماه وياسر يعني سنة وشي زاد هي. استدعيت من جديد المقصود وحولت مدير المركز مركز القرب مركز الحرس حولت مديره اللي كنت نقري فيه حولت مديره. طيت عندي يعني سنة مديره والله سنة وشي. وعقب ذاك وحولت الماضي وعقب ذاك ومدلي جات مشكلة بيني أنا والقيادة في الحرس ما تفاهمنا استقلت ملي ومشيت وتم قصر الخيام 100 الله فيهم اللي نخلق الحرب 75 جيت إلا 76 جيت بعد ندخل القرض إلا 76 من جديد. جيت منين جيت جاني صديق لي
قال له باه وللو الله يعينه عليه مدير الأمن وأنا هو أصدقاء كنا نشتغل هنا بالأمن. قال لي أنت يلا ترجع الجيش الحرس الحرب قايم أنت دور لا تعود دورك فيه مضبوط. قلت له معي أنا عندي غير بعد قلت له ذاك القيعة أنت نعدلوا. بعد رجعت للحرس وأنا رجعت التضابط صف سامي جدا مساعد. وعند خولي خلقت مسابقة للضباط الصف السامون يتقدمون لها كانوا يعودوا ضباط ونجحت ودخلت 6 ضباط. ومنين دخلت فترة الحرب وعينت على مركز تدريب مؤسس في المعرض هذا يكون دفعات الحرسيين مدة 2 شهر وفي تكوينهم ومشاو الجبهة. وذاك التكوين كنا نكونوا 304 في 2 شهر ومشاو. ما بطيت فهم ما توافقت أنا اللي القيادة اللي في المقصود اللي على الحرس يختاروا فاكتانوا يلعبون ولا بطيت فيهم 2 شهر والله لا تميت لي جاتني برقية تحميس إني نحضر حالي وإني الصبح طائرة الله يجيني ندخل جيبيها ولا نعقبها والعيون كيف إنه عوضوا وأنا أهلي ولا نبغي نمشي عنهم لا غير الأوامر حال آخر أشياء في زمن الحرب. فإذا بعد قيمت نعاد نهار ما قد جات الطائرة وجات جاية من سوق النعمة وجات ملانة ولا جا فيها بلد وهناك يعني لا هنا بقى بعد ذاك الأسبوع قال لهم الغايد الطائرة يقولوا دوفا قال لهم أنا عندي أوامر إني الضابط نجيبه ولا خلوا له بلد قالوا ما هم بلد أبغى يعطوه بلدته يوم رفدني معه هو والملاح ثاني بيناتهم مقعدهم صغير. منين جيت لنواكشوط لحقت قائد الحرس المساعد قدامي حنين رفدني ودخلت جيت لقيادة الحرس. منين جيت لقائد الحرس رئيس أركان الحرس هو قال لي الحالة قال لي صعب أموري تاني كاملة وبالخصوص قال لي فطار قال لي وحدة ما ارتفدت ردوها بوليساريو لها 2 أسبوع ووحدة إسرائيل ردوها لي أسبوع والناس من خارجها عاد تلطها ونلودوا الجيش والقيادات يلودوا دورهم تعتم بعدها على ضاربة ينقبض وراني مفكتيك له حولك له. وهذه قال لي سيري حاصر عندهم كمينين الله لا ومعهم لاندروفير واحد ركب انت فيه وقيم ولا أتبعت الليلة ما هو بطأ هذه عاد عندي عنها واحدة سبينا ما عاد نفهم. وجينا لطار الساعة 3 نجيت لطار لحقت قيادة المنطقة العسكرية تحانيني كامل فيها منضابط عقايدها مختارها الولاة مصطفى محمد السالم أكو واحد نقول ولاة من اللي قاع طلع يصربوا على الأول مباشرة عندنا حكم يزين وبعد ما هم نسأل كل ولاة لا الجواد الشباب الصغير ما يعرف له الولايات حق ما يعرف له الولايات. الفائدة قبل وحدة عندهم قسنا دار القايد وتباركنا معاه نتعشى ويعطوني الأخبار يعطوني يكلموني عن الأرض تضاريس وذاك. والصبح توجه طبعا سيارات بيت نحمل عليهم الوحدة لاندروفيرات وتوجه تباركت معاه ندربه تباركنا معاه ندربه الوحدة
جاية من الداخل بعيد من الحرم. طينا عندنا أسبوع عند الربواب ذاك خلق شيء قال له هجوم مدان. شنو تفاصيل؟ لا هي جاية فيه. هجم على ودان. دخلنا هون في الحرب في غير بعد خالق ياسر حوشيناه لأنه ما داين نرجع له. إيه طبعا. تباركنا هو مع حياتي أنا وخلاص. ما يخسرش. يعني اختمينا مع صباح طويلة جاءت برقية عن ودان نهجم عليه وقيمت المنطقة المهمة العسكرية كاملة. بكرنا وخسر الوتات ياسر منه في الطريق. لحقنا هم عن 22 سيارة ونين لحقنا ودان وانا بعيد منه قبل تنرعوا الديار. توقف قائد المنطقة العسكرية وعد لي عازو الأخير وزع المهمات. وجيت أنا وملاقي البخري يسأل الخد الساحلي لامع وجه هو ما حقاب القوة على الخد الشرقي. وبدأنا المعركة وكنا على مرتفع وصلنا منه أنا والقوة اللي معايا الرايد مولاي والجماعة اللي معنا وقعنا في كمين أول وتباركنا معنا تعاملوا إحنا ويمناه بعد يمناه وعدلنا كمين ثاني وثالث ورابع لا يدفع يستاخر يتراجع شوي ويعدل إلى هنا. الكمين الرابع عندنا قيموا قدامنا الصا ماشيين مشي الكمين الكبير اللي هم ونحن القوة من هذا اللي جسر ويمكن احنا فيهم. ونين عادوا عيطنا للقائد المنطقة قلنا له احنا جايين نجيب لهم نصاوح احنا والناس والقداميين الناس لا يقروكم غير بعد احنا لاعبين عليهم. هما سبقوهم وجابوا قوتنا مشوق لها كراعينها كتلوا جماعة البيئة 5 والله 6 وتمينا بعد احنا تالبينهم إلين جينا عقبوهم منين عرفوا ما هم قوهم سمعوا عنهم شرق ساحل وتو جينا احنا القوم لنا ثانية والله الصيف ونار حامي اللي عطاش ياسر. كيف جينا عيط قائد المنطقة الطباء قائد الوحدات قال لهم قوات الوحدات جينا قال لنا خارج سيرية قائدها بولو محمد الشيخ قفات ودخلت نقول العدو ونهاها تقريبا قال لنا لا اللي مات واللي يجرح وزارب قائدها وحده ومعها جماعته اللي هوت ويراقوه ولا هو قاعد يمرق لهم اليد ولا هم قاعدين يحكمون وندوروا حديا يضيفوا. ما أتكلم حد قلت أنا بعض القائد المنطقة عني أنا له نقيسه جمعت 6 وتات قيمت واحد منين جيت الحرمهم واحدهما في أنا وسلك بعد أبو تماشي عادوا قبلنا احنا تحتهم في طرحة صدرها قليل هم فوقنا على علم وتمونكوا فينا ورونا ورامتينا. طينا ساعة هم متعاملين معهم ونعطينا ساعة يعني واحد يعني ضابط صف معايا قال لي وتات الشرقية ساحلي الشرقية ما تفهم حد يحرك الناس فيهم اللي يجرح واللي مات حالهم صعب. قلت له وشوفارات سلكوا قاعد يسلكوا نزالوا سالكين قلت له قيم بهم قيم بالوتات 4 وعد القيادة اللي ما دفنوه واللي يجرح
وأنا قلت له ماني ماشي، مشيت مهمة ولا تعرفت من الله حقت ما تريته ولا أني ماشي. قلت أنا هم معي وتين وتي معاه، قال وتها معايا، بقات معايا وتتنفس فيها المدفع اللي قال له 12/7 دوست مدفعي جيد رشاش ثقيل وعليه راجل شوشاء نشاء يطفت النار وجه. وتباركنا ما نتعامل مع الناس احنا الوتات يبغون طيار لا يطوروا قومنا. قلنا أخوة أنتم ما جيتوهن بس نحاقنا رجال الله على وتاتنا، لأن أخوة أنتم الناس طوقينكم من كل شيء، ما أنتم حالة تمرقوا به. قلنا لا إله إلا الله. هذا ذلك الوضع أن يعطي قائد المنطقة العسكرية رجل قال لي أنا الناس طائرت عني وبقيت وحدي والناس قريب مني ما هم بعيدني لا يحكموني، ونهار صعب وبعد أنا ما قطيت نهار صعب معه. أيت لكفران معي العريف معي قلت له إنه باطل راعيت عيطا وظروفه ذي هي ولا ينقيموا وعدينه وضعنا في صعب قاع. غير قلت له ما اللي قاع كامل لا يا قبيه تروح مد تموت ما فضحت والله تسرك من هذا شجاع ويابس. قال لي أنا أقول لي يا أخي حق أخلاقك الثاني لا يورطك قيه منه. قلت له شوف الوتات اللي تم واحدة منهم ماشية قدام تخبط قدامها واحدة وراها تخبط رقبها لين كان نوصل. وقيم الوتات قيم هو الأول وقيم تانا ثالث وتمنا نتبادلوا المسيرة إلى نتلاطم نحن وتم وتات الناس ليها مدفع ثقيل 23 حيارة 23 وعنده وهي فاموهني وتلاطمنا على راس الزيرة تكارينا تقريبا وتوه هم طالعين على الطوبة من قبله وإحنا طالعين عليها من تل والخبيط مقرون مع اسماء حد الخبيط ونتوات تحس الوسع تكارينا وتوه من قريب مالوا عنا على الزر العربي ولنا عنا على الزر العسكري خابطنا من قريب من قد الطويلة هم إلى عن على يد العرب قالوا أنا عن ما تسلي على المدفع وتوه ونحرش واحد وملي من وتوش عليه ولا أقتلوهم اللي تركه شاطري اللي معي أنا معي 5 6 رجال شاطري رقدوه هربت الوتر لكن كان مطوغنا كامل الوتات مشى معاها تلبه أغرب يا شيخ والله. بقينا بعد احنا عندنا حرية المناورة وتبينا بعدين قائد المنطقة وطريقنا رأينا رشاش متوسط ثقيل يهلتوه ما بيني دايقوا ولهم بعد خايفين غاية كم غيسرتوه وفقعين يومنا بعد فيهم قايوا معانا وجيتوا والحقتوا على راس طوبة ومعاه شوفير قال له محمد والممد ومعاه العارف السماري على الرجل ومعاه راجل مصطوف على الراس ولا هو فايق والدنيا الآخرة من الطائرة جيتوا لحقتوا على الوضع قلت لهم قالوا الوتر قلت له بنادم شوف قالوا الوتر قلت له تحت راسطوا ولا تودوا إشارة للناس دحرج شوفير ما قام سابع أنا قام ما يعرفني أنا طايلهم ما يعرف أنا منه. وثانيا هم اللي هذا منطقة قائد المنطقة وقال شو العطي الأمام قال له عدل ذاك اللي قال لك المختار قلت له قبل أنت تحت وعدل مواصلاته لهذه القرية وخلينا احنا هون. درس واحد من المدافع على يد العربية يدرس واحد على يد العصبية المدافع الكبار ودرس اللي بيناتهم الرجال بطحوت هنا قاموا الناس ويجمعوا لي 4 جماعات كلهم ردوهم ويدخل فيهم مضرورة. المرة الرابعة عدد حيميس من الصباح
حصل لي قلت إحنا مشينا وادين ودان ولا لحقناه نعرف الخلية فيه والناس قلت له طاوع عنا شوي أعطينا نقيم شو قال لي والله نقيمته قلت له قيمته قدامي وحنا أنت محاكمين وراه هي من آخر قاعد دسرة درها الدوني حكمه بوليس اليوم وضحوا فيه يتسيئوا ناصبين يونا ثالث قمنا قاعدين ونلحقوا شافونا ما لنا بعيد خبطونا وقفوا قدامي جيت جاي الناس يبانوا بزر الدس ردوني ما يحتاج أنا طيقنا ذيك رأينا مدفعين رأينا مدفع أيار 106 فعسين شو نشوق الأكراء ولا عنده أكراء الناس أكراء ورأينا هاون 81 ملي أتقوى بعدها من شبينا على الناس زي نحن ما نتخاط وعد حيميس قلت له كان عندي رأي لا نقولها لك قلت له شنو هي قال أنا ما سيلا يخليك تهون ومدافع الصغار تخبطوا الناس ولا له نستقبل ونطلع لهم هذوك العرب ندخل فيهم من قريب كان قدوا مرقهم قال لي والله خليته فمو قيمت أنا معايا 4 وتات ويوم المدافعين خلق وطلع لك على الناس ما هم عارفين نعيش من هي وجيت العدو طار له البيضان ونطلعنا عليهم وتوهنا خبطوا ونعيط وحرقوا خلعوا شكون هذا تعزيز جايين نطع يوم دفعوا يعني اللي بلدهم بدنا فيه أنا وقايد المنطقة وعاد الواد دس الأخر على ذوك الزرساني ولله في عندنا احنا بينهم واد وفيه الناس يا حسري عبدوا قلنا لقوم اللي هوك نكاملين يالت أنا خبطوا الواد وتوه ولا آمنين شعلنا النار في الواد رووا ضرورة والشمس اللي عاد طايحة قيموا ماشي وفات المعركة هون هي معركة غدا. يتكلمون عن أسباب الجو اللي كان سابقها قاعد. شوف أسباب الحرب وهي شيء مباشر وهي شيء غير مباشر. الأسباب الغير مباشرة من استغلال البلد. بريطانيا كسامنة لا تستغل ظهروا فيها اتجاه يدور استغلال موريتانيا وحريتها وربطها بالعالم العربي والعالم الإسلامي معروفة الاتجاه ومعرفة شخصياته. واتجاه ثاني يدورها تبقى مع فرنسا وهيمنتها ولغتها وحضارتها. فهمتوا؟ وتوه ذاك التيار اللي عقب نجح هو اللي وحكم تحت هيمنة فرنسا وظلها ولا كانت قبال الناس راضية عن ذيك الفترة. هذا قاعد سابق يجي الحرب. ومنين أحكام النظام الجديد ذلك مع تسييره الخاص به خلى الاستعمار فهم إرهاصات من الديمقراطية أحزاب مؤسسة وبرلمان والنظام الجديد القاعدة كامل وأدى الحزب الوحيد وتبنى نهج دكتاتورية الحزب الوحيد ويبدأ يسوق البلاد إلى هذا الأساس. تم ذاك الاتجاه كامل اللي كان أصلا قاعد ما متونك عنده تم لا ينزال إلين دخلت بلاد الحرب وغريب تدخل هلو هي ما يعزل دور انفتاح على البحر. هي عندها شاطئ من 800 كيلو وغني من الحوت وهي ما تدور تراب. هي عندها تراب من وسع الأراضي وقالبتها قاعدة نصها ما في أحد.
وهي ما هي معدل الحرب. حرب يعدل بالجيوش والماء. موريتانيا ما عندها شيء يكسر. جيشها عبارة عن مجموعة من الضباط ما هي ياسر، ووحدات خدمات اللي يقوموا بخدمات السكنات هم ياسرات، ولا سلاح، لا عندها مدفع واحد ثقيل، ولا عندها دبابة واحدة، حتى ما عندها نقل باطل جيش، ما عندها سيارات نقل، لا عندها نقل منظم. إذن هذا حقيقة إضافة إلى قاع وأصعب منه كامل من الحرب. عدلت مدة ما بينها مجتمع واحد يتكاتل، اللي هك والإله واحد معروف، الدم واحد والعرق واحد والنسب واحد والتاريخ واحد. إذن هذه القضية بداية الحرب كانت حالة صعب، وبدأ الجيش بظروف لا توصف. وتميلين بدأت البلاد، دخلت البلاد للحرب، والجيوش حقيقة ما خلقات تشاوروا في عودوا يعطوا رأيهم، حتى البرلمان ما يلطوا يعدل الحرب ما بذنوا تعرفوا ما وسوى. دخلت الناس الحرب، ونين دخلت وقام الجيش يشمط يجمع الناس، يجمع الموجود، ويجمع المتقاعدين، ويجمع الناس اللي قد دخلت الشهيد مشات، ويعدل الاكتتابات والتكوينات مستعجلة، وغاد هاي الحرب الجيش بطريقة قيادة صعب، وغادها بأبسل شيء قد يصح، رسالة تامة، وبشي غريب ضعيف لي. إذن بدأ الحرب يصير، هو منين طالت مدة الحرب وفلس البلد، وعاد الأمن معدوم، ناس كاملة، حدود موريتانيا واسعة ولا فيها ممر إجباري، ولا بدنا نبغى العدو يدخلوا، وقواعدهم مؤمنة ما يتحدى الحقهم. هذا صعب الحال، وخرج الإفلاس المالي المادي تماما كان قاعد لا صعب. كانت الناس تعطي شيء دول الصديقة أساسا العربية يا غير عقب ذا كامل جدون بلو. عاد حقيقة البلد لابد له من ينتقل لظروف. بدأ الجيش يفكر، وهو بدأت فكرة تغيير تنطلع، وهي الفكرة بعد أمن الرايد جدول السالك. هون هو اللي ينسوى لكم جدول السالك ياك تتكلمون عنه. تبدو من البداية، من بداية تكوينه هو كشخص. والله جدوان هو شق، هو الكبير، وأنا طريدو كي يقول البيضاء خلقنا دائما، ولكن التكوين التقليدي عدلناه كامل. اللي قلت له قال ادخل أول مدرسة، وأنا ما أبغى ندخلها، وأدخل مدرسة ضد رغبة أبوه، وأنا ما أبغى هاجر أبغوني عنها. لماذا الإصرار على أنه يدخل المدرسة؟ صار فرضه، صار جابه وادخلها عندي. والله دخل هذيك الساعة الأعيان دخل إجباريا. يعني عندهم اسم وعندهم تاريخ، عندهم شيء يقولوا لك نانيش. لا ما الحق الوقت يبوه هم اللي ما جاءوا قالوا قبل يدخلوا ودخل. وتو عدل المدرسة الابتدائية في النعمة، ومنهم عدل الإعدادية وبعض من الثانوية رواية، ومنهم عدل عقاب الثانوية في بشرى عندنا من السنغال قال لسه بختام،
عدل فيها الجزء الأول من باك، ودخل جاهون عاد باك بموريتانيا، جاهون وعدل الجزء الثاني في موريتانيا نواكشوط 66 65. ومن هنا عدل باك دخل الجيش ودخلوا مولي من بابه الواسع. عدل شين قالوا مدرسة سينسير، ومدرسة سينسير هي جوهرة المدارس العسكرية في أوروبا كاملة في الأحرف فرنسا. وعدل مولي منها من طريقها الأوروبية، هي عندها طريقين، عندها طريق أوروبي وطريق إفريقي. الطريق الأوروبي يجي حد عنده باك يعدل سنتين تحضيرية ويعدل سابقة، وإلى جاه يعدل مدرسة يعطي فيها سنتين دراسة، يعدل سنة تطبيقية. والإفريقيين لا يدخلوا تو يعطي سنتين يمشي بلا مسابقة. عدلها بعده وتخرج منهم اللي خروج جيد الأوائل. ورا قبل طلبك دخول الجيش كان قرار شخصي؟ قرار شخصي، لا قرار شخصي، لا اختيار الصراحة. ذيك الساعة فات عنده ميول سياسية، فات عاد نهل السياسة. ذيك ساعة الثانويات ذيك الساعة حي وفيها الثقافة وفيها السياسة. وهو كان من تلاميذ بولاقي والعبيدي، وشبار له وشياي له، فهم علاقة هاك أنه هو صغير وذاك راجل كبير. وكان معهم اللي جماعة بالمدرسة السيسة هيجوا عليها مزنة إنه يلحقوا تنظيم، هيجوا عليها إذا دخل العسكر تخرج هون ضابط ملازم، تم هون توه لنا بعد عاد نقيب عاد راهي، ودخل الحرب وتوه اللي زاده وخلق عليه الحرب قائد منطقة توسل. بداية الحرب هو الشرق الأوسط، هو قائد منطقة توسل. أيوة. كان قائدها واصطدى في معركة قاس فرنسا وقلع منه مطرق في الريق في القلب وتوه، ورجع لهم اللي قايدها. هاي الفترة ريك 77 بدأ يفكر في الانقلاب وبدأ تغيير وبدأ يخطط له. في عمليات كان مشارك فيهم، عملية تورين. عملية تورين قوال عندكم تفاصيل؟ ما عندي لها تفاصيل كبيرة، نعرف لأنه قادها هو وهي يرحم وتوه. وسمعت الناس تقول عنه هي قال لهم إنه هو بعد إنه وقام أنا غادي له الموت، قال بعد قاعد الدم الخصم إنه توه، وتلبوا الناس بعده وجبروهم وخصلوا فيهم. وعدل معركة تشلي هي اللي يصرف فيها. عدل معارك ما كنت معاها، أنا كنت وحدي، كنت منطقة أخرى. من أشهرهم عملية نواكشوط اللي مشيت جبهة البوليزاريو لنواكشوط اللي قلت هيك يعمل تورين، هيك يعمل تورين، هي اللي مشاوي صوهم مشاوي طاردهم ولحقوا لهم ولا فتوني تلبوهم منهم لحقوا لهم تورين. في محمد يحضي البريد الليلي قال أعلن مشروع الانقلاب اللي خلقه 78 10 مليون، ومشروع قديم عن شدول للسالك. قديم من انت كانوا من سابق من صقروا قديم ليك ما هو بعد انه كان يخطط الانقلاب ويشير يكسر الفكره اللي موريتانيا توه ولا هو وحده مع رجليه. كانوا احنا كاملين يكسر نراو عن موريتانيا مارات من الاستقلال اللي تستحق، وانها يلا تستقل عن فرنسا ويلا تدخل العالم العربي
هذا عندنا، قلنا ما قد يصح ما إلى آخر التغيير. هذا عند شيء من الناس ما هو ياسر، وهو بعد منه انتبه. كيفاش بدأ يخطط؟ كيف بدأ تخطيط الانقلاب؟ خطيط هو صمنينا من بعض أصحاب الحال ونعرف عنه لا بد من تغيير. هو قبل بداية التخطيط يقال من طرف بعض الناس اللي كانت مشاركة في الحرب أن في أسباب مباشرة للانقلاب، من ضمنها أن الجيش أنه لم يعد لديه الإمكانيات. حتى الجيش ما قطع من الإمكانيات اللي ضايق به، غير اللي بضعناه قريش ومانعين وصحاح وحمالة للجوع وحمالة للعطش ودياقة، ومن يجبروا غايد يغيظهم ما كيفهم حد، ومن ما يجبروا غايد يك حالة أخرى. والشيء قلت لك ما قلت لك عن البلد فلس، شايف من كلامك عن الحرب. البلد فلس معناها عن الجيش ما تجابر شيء يجبر به الأدوات ولا الآلات يغير به. أصبح الحال صعب كامل. أين تبدأ التخطيط الانقلاب؟ جاء في 77 كانوا شهر منها ونبدأ بعض عنده الفكرة. أول حد اتصل به المصطفى أحمد بن عبد الله، ومن اتصل بهم وافقوه وطاب التزامه. اتصل بهيدان ووافقوا. احنا متعارفين بالجيش، نعرف ذاك اللي نقدر نتصلوا به هذا الموضوع وذاك اللي ما نقدر نتصلوا به. اتصل عاقب هيدان اكتب رسالة للولاية البوخريص، كان ملحق عسكري في مصر وهو تربط صداقة متينة، كتب له رسالة ودخلوا ملاي، دخلهم وجاهم، دخل عاد معهم. إذن هاي الضباط السامون 5 هم الضباط السامون الوحيدين اللي عدوا الانقلاب. هم اللجنة العسكرية الأولى، هم العدوا التغيير. معهم طبعا ضباط آخرين، معهم نقباء ومعهم رواد ومعهم قاع ملازمين وحتى ضباط صف يعقب على التنظيم، يبعث تنظيم عسكري وهدوه غير بعد الجماعة الأولى واللي كانت قايدة إلى نخرج الانقلاب زي الكتاب. والجماعة المدنية؟ الجماعة المدنية قال لي هو أنه الأول اتصل بهم المدنيين شيخنا محمد الأعظم، وقال لي من جيت والحقت زين عنده ومستعد له. غير خارج الجماعة لا نذكر هذا هو مشتركة في ياسر من الصداقة ومن الزمان وحتى من الغرابة. هي استحمل بن نجار، محمد يحيى والبريد اللي ومحمد والأحمد وأحمد والوافي والمعجوب والبي، هؤلاء شيء عنده ما يعرفه تقريبا. ما كان لي عنه اتصل بهم غير ما احتاج يقول هذه نعرف عنه اتصل بهم وكانوا هم أساس الخط. غير بعد قال لي أنا هو أول من اتصل بي شيخنا وتكون ذاك الجناح العسكري وعاد يجمع به وجمع بالجماعة المدني وكلهم يطلع لي. كان يربط بين الله قدمت الأمور إلينا. ومن ناحية وجهة النظر السياسية عن جدول السالك كان بعثي؟ تقولوا أنه كان بعثي؟ نقول نعرف أنه بعد قومي إلى حد بعيد، يعني مولد في داخل القومية كان مجاهدة. نعرف النهار يقول له واحد أنت قومي عربي، يقول أنت دون قومي صيني والله قومي أمريكي، لا يقول إلا قوم عربي والله. قالوا له كان بعد علاقاته مع البريد الليل متينة، وكانت في باريس وكانت في كل بلد. مشيت البريد الليل 66 شهر سوريا.
قال إنه جدو لسالك رغم إنه في سين سيريك ساعة وصندري ولا متاح له ياسم الحرية إنه كان معاه في المطار يوادعه. الله. هذا الدليل على إنه اتصل بالبعثيين مبكرا. ما هو الله والله بعد القومية ليه ما كانوا يتصلوا قاعد في المدرسة ما أدري باكلام اللي وش أحمد بن يسار هؤلاء ولا وحمد أي جماعة قرأت لهم وعدت باكلام ولا كانت لهم ولا تفتر ده معروف. ومتى بدأ التحرك فعليا تنفيذ الانقلاب؟ تنفيذ العسكري ذاك بدأ الله نقول له اللي نعرف أنا بعد منه قال كان أعرفه كان أنا كنت في معركة مدريقة التالي هي آخر عملية عد الجيش الموريتاني ضد البوليزاريو. شنو تفاصيل العملية؟ اللاص هي في تراب المغرب تابعة للمغرب ودخلوها بوليزاريو وسكنوا فيها وتفهنسوا على المغرب ولا قد مرقوا لها وطلبوا العون الموريتاني وقاسموا أكثرية الجيش الشامل خايدوا شدوا يا الولاية الثالثة والولاية المنطقة الثالثة والمنطقة الأولى والمنطقة الرابعة جاءوا 4 مناطق وعاد قايدهم شدوه مع هيدالة فوقها كان يقوم بالتنسيق بين الموريتانيين والمغاربة. جيناها مع الصباح ظلينا فيها هم من نهار ما يشغلون يتروقوا عنهم والليل يجون يخبطون ويكتبون مش يهربوا. إن عاد بتفهم مظلم عاد هاي لقية منهم ودخلنا مضرب دخلنا وأنا كنت من الوحدات القدامية كنت عندي كتيبة هي القدامية معي فيها علي محمد ودخلناهم مع عند صلاة الظهر ولا قاموا ما قاتلوا قاتل قتال الشرف ما هو القتال لكن ما نعرفهم يعدل وقاموا منسحبين تمن الآن تابعوهم لين راح الليل وفات العملية هاي من طريقة التالي لو لم نعمل ذاك وتو منين عاد منين وهينا منهم من مضريقة قسنا كاملين في ديره وبلد غيات المنطقة ثانية هنا له ديره في الليل وبسنا ونعاد من أصبح الصبح يعني جاتني برقية إني محول في الماكسو وإني خالية طائرة لا يتفدني الصبح تمشي بي صورة طار ننزل أنا عندي شيء من العمل أنا تابع لطار قاعد نزلت عندهم وهنا عاد الظهر يريدني سيدي نقيب سيدي به وقايد طائرة نكسا ولا أنا وهو طائرة عسكرية جابني لطار ونزلت هي اللي انطلب مني إني نوعد أنا وشط بالعجل إنجيس نقبض عملي بالعجل جيت لطار ونزلت الأكل عندي وقيمت طائرة أخرى بعد ماكشو جيت لغاية المنطقة العسكرية السادسة أحمد ولد عبد الله وغاية عيسى جيت أعطاني كتيبة غير محمولة لا ما عنده وتات ومدافع الضعاف غلطت نزلت شيء من قاعد مركب شغل ديني شيء شغل سيء نتفتبته وقتها ماني فاهم قاعد ايش معيط ولا نعرف عن الانقلاب يحضر يعني ما كنت واسع عنه فاتيش اسم من هنا بيت من هذا النهار الثاني سميت لين وقفني جد أنا هو وقفني إحنا أفر كوي وسألنا
قال لي بيشتغل أنت جد؟ قال لي أنا جيت إلا اليوم. قال لي أنت الليلة أنا وأنت وأحمد وهيدالة، أنا وأنت وأحمد وهيدالة أنا متعشين مع المصطفى في داره قيد الأركان. ما عاد عندي شيء لبابه غير بعد ما فهمت أنه يطلع بأسباب كثيرة. واحدة أنه هو قام أصلا إحنا من تقاليدنا ما نجابر كنا في دارنا كنا بردنا. ثانيا أن هاي قاعد لا دار منا حقيقة قلت له نجابر يا غير إيه عشاء معهم هم شوى كبار مني كاملين رواتب وأكبر مني سنا. فإذا واجه يلي جيت تعسى الحقتهم جينا نتعشاو جينا نتعشاو كان تخلينا ضابط صورة صورة ما هو من حركة. فإذا من يبعث ليش وقبيه وأحمد ومشاو بيهك وحدنا وقفنا هك ظلمك. قال أنت تعرف لاش وقتي هون؟ قلت له معنا الله وقتي توه لا حسني الحرب والساحة ونرتاح نختار ريح الماكشو ليس من الوقت ثاني. اللي راح قال لي الراحة ما يخلي تقال وقتي في إطار الانقلاب بخطة الانقلاب. وقالوا لي أحمد خارج قالوا لي كتيبة عند المنطقة السادسة لا يعطيها لك أحمد يوم 8 لا يعطيها لك يوم 8 في النهار ولا يعتقل الرئيس ووزراء مجمعين في المجلس الوطني لحزب الشعب. هذه كانت هي الخطة الأولى ولا نشأت. قلت لهم أنا ما غادي لي لا يعطيها ليتو. لماذا تم اختياركم لهذا الدور؟ ايش ظاهر لكم انتم فيه؟ ما نعرف لأنهم فيه ثقة ولا فيه جراءة شوي تحتاج؟ ما نعرف. أنا يتكلم عن ذاك ثقة قلت لهم وذاك ثاني واللي ما نعرف هم بعد كاملين شيوخي واشتغلوا معي. الفائدة مشيت من عادي 8 انطيت أيام هنا والله لا هو ما جاني شيء إني عندي المهمية وأنا بصعوبتها ولا ننفذ بما تحت يدي. هذا عندي ما هو بلو. سميت بعد رئيس الأركان مصطفى جيت ودار قال لا نجيش الليل والنهار وأخوي قلت له أنتم اللي أعطيتوني المهمة اللي أعطيتوني ما أعطيتوني باش ننفذها وذا اللي قلتوا لي ما هو قانعني أعطوني شيء ننفذها به والله أقبض مهمته. قال لي شاين واسو قال لي الكتيبة عليها حد ثاني لا تنقلوه عنه. قلت له لا تقولوها أنا قلت له عندي كتيبة من حيث الأعداء وأعطوني لها الآلات أعطوني الوثائق والمدافع جهزها بينهن وعي يخرج الانقلاب ما زادون عندي أسبوعين. قال لي والله غير قال لي قولها لشيخك ودور قايلها تعرف لك تعقيدات العسكرية. هيدا بعد قلتها لأحمد ومن قلتها له قال لي أخويا الدين لا يتفارق على سبتوة واحدة بس نحاول لا نروح احنا باش نحملوا كتيبة كاملة. هيدا بعد قالها لمصطفى قال مصطفى عن أمه قال لي أنا بدأ وعيط السنة مدير الأدوات العسكرية قال له لكن لا يدور عندك المختار كامل سبقوا فيه أعطيه العشر. جيت مكتب التجهيزات أعطاني 45 لاند. كان جزء من التنظيم اللي هو اللي على العتاد. كان منهم كان من التنظيم منهم اللي وفر لكم الإمكانيات. لا هو العتاد خالون عند ولا مكتب واحد مكتب العتاد. هي غير الشخص اللي كان معين الضابط اللي عليه كان جزء من التنظيم معاكم تحضير الانقلاب. أنا بعد ماني عالم بها
يا غير لا يعقبنا شبر منه. أنا ما نعرف يكون هو جبريل ولا عبد الله. لا يعقب منه جابر في طار التنفيذ. واضح. ذاك الوقت ما تعرف؟ ما نعرف. هو نعرف أصلا إخباري فيه صديق. ما تعرف إنه معاكم؟ نعرف عنها بعد ما هي مو حال مولي. الفائدة أعطاني مدفع اسم دافع من أيار 106 واحد من أيار 5. وأعطاني شنو ثاني صهريشين. هذا لا بد من صهريش للماء وصهريش للوقود. بعد سويته معاه جبت له واحد من كل بريده ودخلته وتباركت مع النظام هون نديرها الوحدات ونهاين ولا 3 وفات انتهى تم جزت. خالق وحدة مدرعات كانت من عندي أنا سابق ذا تمت عندي وجاء لي هذا. بعد قبضت الكتيبة ودرت في بلد وش يقولوا هذا ريزمتر جاني ميليتير. هاي بلد ريزمتر سانترامتر وبعيد من 11 ساعة ما حدث. درت فهمته وقعدت نحضرها نمشي عليها ونجي ونوجه الضباط بطريقة غير واضحة. يا غير كنت خمامي أنا إني ذاك الكتيبة اللي كانوا ذاكرين لا يعطيني أحمد إني نقبضها ونعدل بها العملية ونخلي كتيبتي أنا احتياط لعل نفسه بها. فإذا من عادي 8 دخلت الأحمد لم يكتب إحدى وقلت له حضارات العقيد اليوم هو النهار الموعود ولا جورجي معناها عند الصنادرة انهاء اليوم هو يوم الموعود. قال لي أنا مشيت الكتيبة ومن الجيلين سلمها له. شيت عام يعادل 11 دخلت عليه قال الكتيبة جات ودرتها في المعرض ودور نعطيها له. رجعت الأميدي قلت له انت الناس لا يفترقوا ما حكمناهم. الاجتماع اجتماع اللي كنت خليك حق المختار وفيه خليك حق ولا يعلم فيه المختار بالانقلاب. ذوك تعقدات 29 و28 دور رجال كريم. زايدة منين قال لي احنا بتنقزنا ضرك على التميدي خلي مين تود سالها نحن نطلع سالها يسعى نطلع سالها نظيف الكتيب شيت من عنده جيت سالها دخلت عليه قال لي أنا عيطي قائد الأركان وقايس ومشى عني كانت ولا جاني مع الساد. وكانت فترة من أصعب شيء قطشته ذيك السوايا وين سالها والساد. فإذا جاني الساد وقال لي هاي وأجل. قلت له أجل من أجله ضرب قد يؤجل. قال لي أجلناه احنا هو. قلت له هذا ما قد يؤجل. قلت له المنطقة العسكرية الأولى لها نهارين جاية من عنده وسل وقعت الطيران اذكرها وقالنها هاجم على المكشوف واحنا مولي هون نخبزوا. انا ماني متونك واحنا مولي هون الفاركين معها نخبزوا قد قال لا الحق الراجل منه شيء وإذا تجيل حالي ما قلت صح. قال لي اجلها للشهدة ثامجر مراس عنده ماني متونك ومراس تالي بني جالب لا سلكي هذا الرجل وعيط الجد
جدو ديك الساعة فات تحرك جدو مازالوا من أيام الزال ما تقطع زفاء متحرك بنية طبعا الخطة معدة معروفة. وتوه منين بلا صار بني وجاء رجل يتكلم مع جدو قال له جدو انتم ايش وسيتوا؟ قال له هذا وأجل. قالوا أجل من أجله؟ قالوا أجلنا احنا هم. قالوا أنا بعد ماني مأجله. وقطع عنه، قطع جدو عنه. عندي خليل شيطان القائد الكتيبة وصاحبي وعالم بالانقلاب. قلت له أنت وهاي معايا العملية والله طيني الوحدة قاعد وصراحة أنت تخممت تعدل هدون القائد الأعلى؟ أنا ما عدلت هدونه، مش قادر يبين. هون قاعد اللي قال له الرتب وياك هون بلا قيمة. هون قيم الرجال وتو منهم اقطاع يعدل ذاك الرياضي عدلت. أنا قاعد معي ورطة من الأمور أسمعت مدة ترتد رواتب مدى فايدهم المحانيها قاعد الفايدة. قلت صاحبي انه يعطيني كتيبة والله يمشي معاه. الكتيبة اللي في المعرض هي شافها قائد المنطقة من المعرض ودخلها السكن العسكرية المنطقة السادسة ودار عليها قرداية وعيط الشيخة وقالوا لا تحرك ما بعلمي. هذا كامل نعرفه احنا لا جيت وقلت له قال لي انا ما كنت اتحرك هنا بأمر قائد المنطقة. اشتركت معاه كلام ما هو متكاش تميت ماشان وتميت بعد المصطفى زاروا في صلاة المغرب. لحقت معاها مولاي هاشم ومعاها جبريل عبد الله ومعاها ترياف ضباط. لحقتهم حدهم هم جمعين وتو. هي كانت أزمة معنا دخلت أنا عليهم وتو ودخلت عليهم ماني مسوونك وصغير موليك ساعة ولاني متكايس كان متخالف المصطفى متكايس ومدو. قلت له انتم لا أجلتوه لاش يا ديغلي أجلتو. قلت له قال أحمد أنك أجلت. قال لي ما أجلت. قال أجل حد الله أنا بعد ما أجلت. الموضوع ما نعرف فيه ما ولا أخلق فيه كلام بعد سمعتوا سيدنا نحن نناقش الآن. قلت لهم أنا أنتوما بعد قاع إليتوا بكم إلا اعتقال الرئيس مهمة فاتنا طاعت اليانا ولا رقدوا كاملين وخلوا نعدلها. قد نعدلها. قال لي مصطفى أنت عندك باش تعدلها؟ قلت له والله لا. هذه حقيقة الكتيبة اللي طاوني لها من العدة وسلحتها وحضرتها ساووا عنها وهر والله ما نعرف. قلت له عندي قوال نحكم اللي هناك شوط كامل والله نكتب على رقاش واحد. قال لي المشكلة محلولة سينفصل ناقش الوقت توقيت وتوافقنا على ليلة الاثنين الرابع وتركنا مولي متابعة خالق منها قدر. تركنا مشيت أنا قال لي ايش خاصك؟ الضابط اللي انت طالب مهمة صعب. قال له قول ذاك الخاصك. وقال لي قول ليش خاصك؟ قلت له أنا خاصني حد يعرف القصر ما قد دخلت ولا أنا أعرفه. مولاي هاشم هو المرافق العسكري. قال مولاي هاشم يكفي أنا هو المرافق العسكري. قلت له أنا متماعدين دارك اللي يلتقد 9 قيمت من عنده مشينا كنا بشفهمه.
الآن حضر وحداتي راه من عاد يوم الحد جانا سيدي محمد بن الشيخ أحمد ملازم هذا رسول مشيه جدو جانا وقيمت به قال ما اتصل بي أنا ولكن اتصلوا بالخلطة الأخرى اتصلت به وقيمت به على مصطفى وجيته وقال له السلام عليكم جد وقال لكم لكن اللي توافقتوا عليه عدلوه وإذا ما عدلتوه هو جاي إذا بغيتوا إذا نفذتوه هو اللي على الدور وإذا ما نفذتوه خرجوا عن ماكشون وإذا ما نفذتوه تميتوه ماكشون هلا عرفوا ذاك اللي يشترك انتم وهو ماني قال يقبل ذاك القال غير بعد دخلك بالصيف وقال لي أنا اتصل به في الليل باسم مستعار شهر من أشهر تدينيته شي بعض ما ينعرف لا كيف اتصلت به في الليل وقلت له عن الأمور عادية أنا ما قديت نقيس الخيامي ولا غدا نقيس من الصبح من عاد التاسع جيت أنا لدار مولاي هاشم ما رأيته وجيت العاشرة ما رأيته وجيت ال11 ما رأيته تميت الآن الشعلي وجيت سنوي ما رأيته من عاد الواحدة جيت ما رأيته تميت وعد محمد محمود اللدي شهر دارو سكنت دارك حكتو بها ترقد وقريت لي وعى شان قلت له أنا كنا له ننتحر كل ليلة وكان ولاي هاشم يلطمش معايا نعتلي القصر أنا ما نعرفه ومرافق عسكري مولي يهدى الناس لا يخلق خابيط ولا شيء ولا ريته ضربك دورك تمشي معايا تدور تعرف القصر وضابط مولي من الدار قلت لا تهني دخل عني مرق الباس قلت له يلبس المدفع قلت له لا حي نص هنا يتحركوا لي على الرابعة ونضل نجيب ويمشون عنده وتميت الآن الشيء ولا هاشم وجي إلى الثالث جاء الدار لحقته دخل داره وتكل تحت البيت نعره بيت نظل كل نهار نصحى تحت البيت وقديت الضوء قال لي يا فلان قلت له ايه قلت له ما بتكل عيل ما بتكل عيل لا يعدو الانقلابات ضرباتك قال لي تكلم بس تحت تكلم تحت انا شو ولا انا وانت ما مشهود عنه والله الحياة ونقوله قام يلبس الباس قيمنا قاعدين وحدة اللي عندي انا شهر لزمتها جينا هموني جينا عيط القائد الوحدات وطيتهم الأوامر قلت لهم المهمة ما الحق عاد قال ما تنشي مشحون وسووا وقيمنا وعدين القصر وحداتها كلهم عندها مهمة ما تعني واحدة يطوقوا القصر واحدة من يزروا ياك واحدة من هاك واحدة من هاك والمدرعات يعودوا قدام القصر صدى 13 هذه الخطة بعض اللي قررت ومدفعين الغاب يعودوا معايا تالبين لعل هيك كانوا يهنوا ذاك الفم يهنوا فإذا بعد جينا ومنين جينا قضى عني مدهش الوت وجاء رئيس المخبر وقال له افتح هو شيخهم قال له مولاي هاشم ولابس تريه في الوقت ماني فاتح قال له افتح
خارج حركة جنود وخارج. قالوا لا هذا الصف أنا تدخل ما هو متجاوز. وتوه بعد رئيس الفخر لا يخرص فيه وتوه ما عدل ضدي تصرف ولا جاوبني قال هذا لا يخرص. دخل مساعد كان أخرهك وحدين وجدها. قالوا من إله شيء لا نفتح. قالوا افتح لهم. ودخلنا خارج جماعة من 11 راجل عندها رشاشات عندها نوامر عنها عدلت أنا تعدلوا معي تدعوا لا قعدت هم اللي عدل بهم لا تقع قيموا معي يومنا داخلي الغصب وتم داخلين إلينا ادخل إلينا وتم الحارس الأول صانتنا الأولى يرفده وتدريس الرجال خطوا عمارة ومد فينا وقال لنا نوقف والله يا أخوة قال لنا ألتوا جفف وقفوا قال والله نخبط توقفنا هو إله عني أنا جاي يوم لا غير هو إله عني. توقفنا والرجال كانوا دفاع احنا كنا الدفاع نجاكم عدو إله عني وأتانا متواري هو مهد فيه عيطوا لي الترك قالوا ويلك لا تخبط لا تموت وخلع وهلين وخلع والله ما وإذا بعد قمت وعدوا يا إله تلحقني أنا أقتل أنا الحق ولا عد لك سبق وبينهم كل هادي هو في ظلم وراه وأنا في ظلم دون يغلب عاد كان يرائيه ظل الثاني يكون ينعد تحت ضوء عرفني والله عرف عني ضاب هذا بعد في المدعو عني قال أنا ما كنت أعرفك وليتنا هاك مدعو قلت المدعو هكذا ثم لك عسكري دركي قال لي والله قلت هاي قضية العسكر كان إيش معك قلت لهم القرداية هون من قرد الدار داخل قال لي معي 4 وأنا والخامس إذا عيطلهم وجاب دخلتهم قلت لهم دخلوا أصحاب دخلوا مع الجماعة اللي معايا وإذا جاني مولاي هاشم والله ما جاني رجعت ندور لحقت مزار شغلهم وجينا قلت حاصل قال لي لا ينهد قلت هاي فهد هم دركيين ومعهم عدلين سبا ومعهم هذا لدي سانسيس قال حد شاف ما قد أدش يعني تو ونص آخرين ماشيين داخلين وطلعنا على بلد منام الرئيس كرينا تحت كر هو تحت فحنا دركي جابش الباس مدين وطلعنا قال لي الراجل عنده غرفة منام هذه وعنده ذي فتحناهم لا رأينا فيهم حد غير واحدة منهم بل لا كان عليها حد متك ذرهات وخاصين بالجود كان عليها رجال اسم وقت تقريبا ود الرابعة فجرا توه قيمنا قلت أنا وأنا خلص له وضوت لي وضوي له عني عامش خارج الله ومارق شوي من أنفود قمنا وعادوا قريت هو صور لي عن فيه حد والله فيه تخرفيش والله شيء كريت منين كريت مرة الأولى ما جاوب المرة الثانية جاوبني قال لي وي كيلا نعم قال لي ذاك منهم ملا جايين وتو سلمنا عليه وقلنا له عن الجيش زعم انه يقتلون معتقلين وبس نضربه كيا معنا ولا عجلنا ما عدل ردة فعل ما تكلم ما عدل
ولا كان مخلع حال. قلنا له عنه طفى لا يخرص ويانا شوي. سيد الرئيس أنا ماني صايب ما عندي وقت هون، تفضل قبل شوي منزلكم مقبول. اللي ما ذاك أظن نقيم بدلنا عايله ولا كانوا ما هو مخلع وبضحوا لي مطروح كان المتكئ حولي من توبيس أكحد وقيم نبي تو. وبعدين الهندسة العسكرية كانت الأوامر لي وهات العملية العسكرية. بعد أن خرجتم بالرئيس من القصر توجهتم للهندسة العسكرية، ماذا حدث؟ حدث هنا الهندسة العسكرية لحقنا فيها رائد آتي همال هو قايده. توجهته عضو في التنظيم معكم؟ والانقلاب. توجهته من جيته فهم الهندسة العسكرية فهم هي لا في الله وحده، كان ساكنها آتي وتوه وتبارك معاها مرقوا لها الآتي ودار له فراش جديد وعدل حال تباض بالنسبة للرئيس. بقيت أنا مع الرئيس في مكتب آتي وآتي يحرك ما نعرف شو. دخلنا اللي هو فما لا أنفوتي ومتكئ. قلت له سيد الرئيس تفضل ولا بغيتو قعدوا هون ولا بغيتو بعض المقعد ولا بغيتو المتكئ. بينه مع تحضر الفيلا يك ما قلتها له طبعا. الوقت كم عاد ذاك الوقت؟ وقت عاد صلاة الصبح. ليش نمشي؟ قلت عيط في الأركان. قلت أنا ليه نمشي على تعودوا بغايتكم؟ يقولوا هالي لا ما هو حد يقدر يعدل لك شيء عاقب كون بوامري. قال لي أول مرة يتكلم قال لي أنا جسوي زان ضيف كي نبقى أنكم برا. فهمت أنت والله نفسر المتلاقي. قال لي إنه هو ضيف ما هو ثقيل ولا ساعدني على هذا. مشيت قلت لهم إلى دار الصلاة لو دور شي حالة يصلي بها هذا يصلى كان ورجعت ما بقيت وجدرناه بالله لو تنبيت لا أعرف شيء طبعا مع حراس مباشرة. أنا بعد الله فوق ذا كان إلين وش شهر ولد بعد سوء. أنتم هم اللي مشيتوا بها شبيه محمد محمود ولدي. فأثناء تنفيذ الانقلاب ذيك الساعة جدوا منين فات الحق؟ جدوا فات الحق أصبح لي الصبح دون جيبات شوي. متى دخل نواكشوط؟ أخو لا نفس النهار. الله يرضى. شوف خارجين تعقدات ما كانوا مبرمجين. خلقوا وبين 8 و10 أما أننا كنا مغرين على الناس ينحكوا أنا رئيس يحكم يوم الاجتماع 8 والاجتماع. عقب ذاك اللي اشتركت أنا وأحمد وأجل ذا كامل بيلي أحمد وقالوا أبوته قالوا ما هم عدلوا ذلك ودار الكتيبة السكنة العسكرية وقاس قاعد مدير شلها عضيق تسوى. إذن هاي الفترة خلق بها قدم الأمور واحدة. علم الرئيس مباشرة بالانقلاب. رئيس مالين قال إنه قاعد كان عالم ما هي حق ما كان علم الله. كيف؟ علم أحمد الزين. أحمد الزين هو أحمد بن جار في بنك سنتراليكس
ومنه الولاية واحدة. سيد أحمد القديم بالحركة تشتوا لي خبروا، قال هذا ولا عندي عنده بنهار سابق الانقلاب. ومنين قال هذا وخلق اجتماع المجلس الوطني أحمد فيه يبطاغ واكتب فيه كودتا أنكور ديكزاكسيون، انقلاب في طور التمهيد، وارتفعتي لين لاحقت المختار، خرص المختار بين يجبرون من الأخبار عقبه، وكتب على زرها الثاني وتر من هم أهله، كتب له وفي سيدة لست ضباط الشرق. فإذا بعد المختار ما تحرك ولا عدلش يلينوا في الاجتماع. يا غير فهم شيخنا محمد الأغا كان عالم الانقلاب لا يخلقون أنهم لا ينحكموا، الجماعة لا يتنحكم في هذا الاجتماع، وابطينا احنا عنه وطول هو الاجتماع وكون المشاكل كان نحن نجي واحنا قاع مالنا جايين. الفائدة بعد منين وفى المختار، منين وفى المختار وعيط المحمد والبابا وزير الدفاع هم منهم نقلوا عن محمد، عيطوا المختار وسولوا كانوا عالم بالانقلاب ما سولوا. عيط الأحمد الزين قال له اللي قلت لي قولوا محمد، قام قال اللي خلي وقال المختار الأحمد الزين وتماش، قال محمد المختار ايوه ما العمل، قال له ونتا انحان من هم قالوا لي محمد هاي ريكة تعقيل الذي خلق فيها هذا من وبين دويت وبين 18 خلقت ثم اللي تعقيل المنطقة الثالثة. شنو؟ المنطقة الثالثة عليها ولاية البخريس وغيره، وعندهم كتيبة واحدة عملية وعليها علي المحمد، وقالت لهم القيادة الأركان عنهم يمشوا وادين السكة الحديدية. قال هالمصيراني عايد من مساعد ما يعرف الأخبار فايته، وهم كانوا خطة الانقلاب عنهم يوم 8 يقيموا وادين واقف. الفائدة قبل وعدلوا حلول معقول. قالوا العلي قال ولاي العلي انه يمشي بالواحدة يقيس شو على السكة وتمهم لين يعرفوا ايش لا يواسوا. في هذه الفترة عقب لين مع الصباح يوم 9 مع الصباح مشيت أنا من هو المسؤول مولى بصرته بغي استحمل بن إدارة تاكسي خاصة يبحر يحمل لواي ودفته فيها صديق لله كيف نفسي ومن رسالة المولاي أن خلق ذاته ونراه له خلق الله ليلة 10 وجاء المولاي وعلمه وتم عليهم لين عاد يوم 10 قال ليلة 10 قيم عليه مع الباطن وتم عاد هو مولاي اسمه مساقط وقيموا قاعدين مقصود يوم 10. هذا بعض تفاصيل خلقتهم عراقل خلقته تفاصيل. أيوة بعد اعتقال الرئيس والله توقيف والله نقله من القصر ودخول جد واستتباب الأمور ما خلقت أي مقاومة، ماذا حدث بعد ذلك؟ بداية تشكيل اللجنة بدأت اللجنة تشكل. من بدأ يشكل اللجنة؟ بدأ يشكلوها اللهم هذه الجماعة أساسا المصطفى. أنا عيطولي قالوا لي عنه لا يديروني فيه
سابق تشكيل. قلت لهم ما نبغي هوتو صغير يعني قاع صايب ومعهم اللي يشدوا يعني قلت لهم لا ما نبغي يعني في هوتو شكلوه. وإحنا كل معادين الانقلاب كنا متوافقين اللجنة تعود الناس لعدة انقلاب. هو السؤال، هو الجماعة اللي عدلت الانقلاب ونفذته كانت عندها لجنة جاهزة والله كانت متفقة عليه؟ كانت بعد متفقة على أن ما يعود في حد، ما حد خلق في الانقلاب وعالم به. وإذا ما خلق ماذا حدث؟ اللي خلق شنو؟ خلق دارت الناس اللي ما في الانقلاب ولا يعلم به، لا كان دينهم مهم، كان لا رأي المصطفى بالآخرين يقولوا هذا. شنو المبرر كان على أن يدخلوا ضباط وشخصيات؟ وري ما نعرف، وري هيثم. ولماذا في تشكيلة اللجنة اللي عدلت اللجنة العسكرية تم اعتماد الرتبة بدل الدور في الانقلاب؟ عادت واحدين رتبتهم أعلى ولا كانوا عالمين بالانقلاب، رتبة متقدمين في اللجنة أكثر من حد. لكن لا يردوا حد على القضية وشكلت فيها اللجنة وكيف وشكلت. هم هاي تفاصيل ما نعرف ولا نتكلم ورأي فيها ماني قايل. كان ثم اتفاق على أن يعود الرئيس مصطفى والله من طرف جميع متوافقين عليه جميعا. كنا متوافقين عليه والله. كان جدول السالك يلا يعود قائد الأركان ولا وزير الداخلية؟ شنو كان يلا يعود قائد الأركان. لماذا عاد وزير الداخلية؟ أبى عنها هيدالة وأحمد والعبد الله وقبلها لهم المصطفى قاس الداخلية. اعترضوا لأن جدول السالك قائد الأركان. اعترضوا حق بسبب التوازنات الجهوية ولا بسبب شنو سبب اعتراضهم؟ لأنهم ما يبغوا يعود كأن الرئيس وقائد الأركان من نفس المنطقة من نفس الجهة من نفس المدينة حكومة. هذا ما هو مبرر، هذا هم دول معدل الانقلاب. والمصطفى هم اللي هو رئيس الانقلاب. إذا من الله ياكل اللي عندهم أنا ما نعرف ولا هم مرضية عقب صارت أسباب عقب صارت تفاصيل وعقب مبررات في الفترة. شو ظهر؟ ظهر إنهم الجماعة كاملة. إحنا كنا عندنا برنامج السريوري وعنده برنامج يتكون من 3 نقاط: توقيف الحرب، إصلاح الإدارة، والديمقراطية. هذا كنا متوقعين اللي بعد إحنا عندي الانقلاب. وهل مولانا عن الجماعة الآخر شيء منها ما ذاك اللي يبقي، والله ما اللي إحنا ما اللي ذاك اللي منا كان موافق على ذاك موافق عليه، هذا يختار ولا حتى مع السلطة عندهم يعدلوا ذاك اللي يبقوا وذاك اللي يعيش. وجدوه هو كان الأساسي في الانقلاب، وهذا البرنامج ما هو قابل التخلي عنه. وهذا هو سبب انهم يصفوه عقب فترة معينة. شفت أحد من الناس اللي عايشوا ذيك الفترة كاتب على الانقلاب 10 من يوليو إنه خلق عليه انقلاب في نفس اليوم. ما هو محال. أنا بعد ذيك اللجنة ما كنت مستوعبها، لو عدلت ولا كنت قابلها، ولو كان ما هو جدا ما نقبلها، ونقد ما نقبلها، عندي باش ما نقبلها. يا خير شد وذاك راجل يبقي الله الخير ولا يجي الآخر مع الخير. قال لي لا خليها دون عقب نحل ذاك. والله هل كان يخطط الشيء؟ كان يتخمم في الشيء؟ تصحيح اللي خطأ اللي تم ارتكابه عقب تصفيته وذاك عقب دار وزارة الداخلية ونفهم تيار معين والله فكرة معينة هي اللي سيطرت على الحكم.
والناس اللي مخططة أصلا واللي كانت عندها فكرة وخطة معينة أنها ما عادت هي صاحبة القرار. إيه طلع لك والبلد قاعد قضيته معروفة، بلد موريتاني يحكم فيها إلا رقاش واحد، وهذا هو اللي خلقته، وذاك رقاش كانت معاه الناس كامل، وجده ما هو قابل ذاك، ما هو قابل يمشي عن الاتجاه والمبادئ اللي كنا متواطئين اليوم كامل. حقيقة أنا والجماعة الأخرى قاعدة ما كانت فيه، يا غير رئيس الانقلاب تلاعبوا بهم شاهم وعقبوا له وهرقوهم على جده وصفوهم اللي خلقت مشاكل داخلية. خلقت مشاكل داخلية قدوا يخسروا العلاقة ما بين مصطفى وجده. أريوه إلى بعيد خسر واحد. كيف كانت الفترة اللي قضاها جده وزير الداخلية؟ كانت فترة ما هي طويلة، وبداية عمل والناس بادئة بالعمل وبعد جاد لهذا الشيء منها، ولا مقبول لهم اللي يكون ذاك اللي كان مقرر، والله ذاك اللي قد يصح، والله ذاك المعلوم في البلد، يا غير أيام تمر تظهر اتجاهات أخرى ويظهر شخصيات أخرى من النظام ما هم قابلين ذاك، إلين وصلوا لتصفية جده. كيف تم ذلك؟ قرار تصفيته من السلطة وإخراجه منه. ذاك صلى وتوه عادة اللجنة غالبا اتخذ قرار، اللجنة كاملة قابل اتجاه وجده ما هو قابل الاتجاه، ما هو قابل ولا يقدم اللي اتخذ قرار بلا بيه. فهم مثال على قرار كانوا يقبلون. أنا ما نعرف تفاصيلهم ولا أني مهتم به، صغير واحد شيء هاني يا غير بعد أنا نعرف المخلوق بيصير عقبه منين ووقت الحالة قال له المصطفى أعطوني صلاحيات اللجنة نقلع جده، طاف الصلاحيات وقلع جده ووزراء أصحابه اللي معه كانوا وقاع مدنيين. هذا هو الأخلاق، تفاصيله ما نعرف عنه قاعد هو الأخلاق ونعرف أسبابه هي. شفت حد كاتب على جده بعد ذاك انه قال على انه ان هذه الجماعه اللي قبضت الحكم انها ما لا يزقنا عليها العام وهي في السلطه، ما يكله يكسب هذا، ما يكله يكسب هذا، وكانت لا تعدل ملي يا غير شاء القدر امور اخرى. ابن احمد ابو سيف وجهيدال وهنا هو ملي عقب ذاك مطاطي، جاءت احداث اخرى قضت الامور اتجاه ثاني وشخصيات اخرى. شنو الظروف اللي توفى فيها جده؟ لا هذا قضية طبيعي، ما عنده أي حد دور فيه، لا مشوته من هون ما عاد كيف تجديد تم الدافع لا يقدرون يترقى لها قريدة لا يقدرون يقلبت وخلاص. ما عند حد فيه أيد ولا عمل حد فيه، ما هو حد. فما الواقع ايش قالوها؟ طبعا لا يقولوها به الشخصية كيف هو منين يوقع له ذاك الظروف لا ينقال ذاك، لا بعد ما هو حد. احنا عندنا تحقيق، احنا ضباط واحدين كنا عندنا تحقيق، كنا عدل واحد تحقيق واحد ولا فينا العالم الثاني وحصلنا على نفس النتيجة من قدر الله وتوه. ما عملت فيه يد ولا نظم حد ولا دبر حد حال كان أكدر كان. ذا اللي كان يتخمم فيه جده للسالك
هو يخطط الانقلاب وانتم معاه وجماعة واحدة. ظهر لكم ان فات خلقه في موريتان والله. فات خلقه في موريتان. ما أنا والله ما أخلق من ما أتخلق موريتاني قبل جدبة يكسا إلى هون خلق بعد شيء من الهدوء والسكينة والاستثمارات، القطاع الاجتماعي. هذا من 2020 سابقا كان رياض جدبوتو. انت ما درت عيتوا تسمعوا شد اخبار الشباب الصغير والله الناس اللي تعدل السياسه برك وتقول ان الانقلابات وملقاعس وموريتان وياسر الناس اعتبر على الانقلاب اللي خلقه 78 انه هو سبب دي المشاكل كامل في موريتان. دايرين تسمعوه باش تحسوا انتم الناس اللي عدت اول انقلاب في موريتان. شوف موريتانيا قاع ما قد تقدمت، كان يأخر هذا الانقلاب. هذا أولا. موريتانيا ما كانت ديمقراطية سابق الانقلاب، ولا كانت يكون فيها ديكتاتورية الحزب الواحد. ولا نعرف قال الفرق بين هي وديكتاتورية الصندري الواحد، ما بينه شيء كبير قبل. ونعرف على أنها ما قطرت قبل هي فائدة كبيرة لا تذكر الفترات كاملة. والله هي الحكم الماضي ما عدل فيها شيء كبير. فرط هويتها، ما عندها، ما بقات بلا هوية، وفرط في ثقافتها. كانت مفروضة عليها اللغة الفرنسية والهوية. حتى الآن ما زالت ما هي قادة تصحضها ولا ترجع مع العدل كامل بذاك العدل فيها. واللي عندها من الاقتصاد كان تلعب به مفرمة وفرنسا إلى ذاك العدل فيها عادي. ولا كان ما كان فيها مولي انتخاب ولا كان فيها رئيس منتخب، ولا كان رجال جابت ظروف تم همته سكن بعد البلد ما خلاها يتفتت، وهذا إيجابي. غير بعد قضية أخرى معي إنه عدلت النمو البلد ورقي وتقدم وما قد خليت. وجماعة جات عاقب ذاك ما هو طورها، فهو أهم حاجة ومشكلة. طبعا من 2020 هذا الرئيس الحالي جاب شيء من السكينة والهدوء والانفتاح على الناس والتعامل معها، ويعني معدل ياسر من الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعي، التعليم والصحة، وهذا مهم. هذا ما قطرينا ويمنوه ويلطف الله إن شاء الله يتم مستمر إلى كان البلاد توصل لحالة ما هي حالة باطل مرضية. شكرا جزيلا. في نهاية هذه الحلقة أشكركم على المتابعة. كانت حلقة مفيدة وأنا استمتعت بها شخصيا. طبعا بقية جوانب كثيرة تستحق أن تعالج مع الضيف. أعتقد أن لم نجد الوقت الكافي للتطرق إليها، خاصة ما يتعلق بتفاصيل حرب الصحراء، المعارك التي شارك فيها الضيف، كل التفاصيل المتعلقة بهذه الحرب التي ما تزال معالجتها الإعلامية ناقصة جدا. وبالتالي أنا أنتظر اقتراحاتكم. هل تعتقدون أنه من المناسب أن نعود لهذه الحرب في حلقات أخرى ربما مع الضيف أو ضيوف آخرين؟ أنتظر تعليقاتكم بهذا الخصوص. في الختام أشكركم وأنتظر كل الاقتراحات التي لديكم، سواء كانت ضيوف أو مواضيع، سواء كانت هذه المواضيع سياسية تتعلق بالتاريخ السياسي الموريتاني، وتتعلق بمواضيع أخرى كريادة الأعمال، الجانب الاجتماعي، التاريخ، تاريخ المجتمع الموريتاني. كل هذه المواضيع نحن منفتحون عليها. في انتظار تعليقاتكم. شكرا جزيلا. هذا الشيخ محمد حرمة، هذا بودكاست تكملة.